اهلا وسهلا بيكم في شهر ولذيذ مع نانو. النهارده يا حلوين هنعمل ايه؟ هنعمل الرقاق الطري. الرقاق الطري وصفه سهله جدا وبسيطه. هنعمل الرقاق الطري الفلاحي على اصوله. بجد هنعمله هيطلع تحفه من غير لبن رايب ومن غير زبادي. هنعمله بايه؟ هنشوف معانا في الفيديو. مكونات كلها موجودة عندك في البيت. هقولك ازاي كمان سر التسوية مش في الفرن، هنسوي على البوتاجاز من فوق. شايفة الرقاقية عاملة ازاي؟ تقدري تعمليه تستخدميه كرقاق، صينية رقاق باللحمة للعيد بقى ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. وكمان نقدر نعمله سندوتشات زي الكريب كده، ونقدر نعمله زي السندوتشات السوري. بدل ما تشتري عيش سوري من بره، لا ممكن تعملي الرقاق الطري ده حلو قوي. وهقولك كمان لو انت عايزاه رقاق بقى طري فلاحي تاكليه بالجبنه او تاكليه كده يعني كعيش، هقولك كمان تعملي فيه ايه في التسوية علشان يبقى زي الرقاق الايه الطري الفلاحي اللي هو ينفع يتاكل كده، مش يتعمل صينية او يتعمل سندوتشات. يعني بالطريقة دي تقدري تعملي سندوتشات. تمام. طيب احنا دلوقتي عملنا ايه؟ انا هنا معايا كوباية لبن، اللي هي كوبايه حليب يعني، وحطيت عليها معلقه خل كبيره، وهسيبهم على جنب شويه لغايه اما ايه انخل الدقيق، علشان انا عايزه اللبن يروب. تمام، عايزه اللبن يروب والخل هو اللي هيخليه يروب. طيب تقدري تعجني بحليب خالص، تقدري تعجني زي ما انا هعمل بحليب وميه، تقدري تعجني بزبادي. تمام، وتقدري تعجني باللبن الرايب، يبقى بديل الحليب لبن رايب، زبادي. آه ايه قلت ايه؟ بس. تمام. وبعد كده بقى ايه؟ انا هنخل الدقيق. انا هنا معايا كيلو دقيق، هعمل كيلو دقيق بس لان انا لسه هعمل رقاق ناشف. وان شاء الله برضو هنزل لكم الرقاق الناشف، لان الرقاق الناشف يختلف خالص عن الرقاق الطري. هنزله لكم في فيديو لوحده ان شاء الله، بس عشان ما رضيتش اطول عليكم الفيديو. بصوا بقى، ان شاء الله كده الرقاق يعني كيلو دقيق هيعمل لك 3 صواني. تمام، انا بعمل بيه 3 صواني. آه لو انت عايزه تعملي نص كيلو هيعمل لك، تاخدي بقى تعملي صينيه واحده، وممكن تاخدي منه حاجه تانية تعملي سندوتشات او حاجه. بس انا هنا عملت سندوتشات منه، وشلت الباقي صينيتين. هقولك ازاي تحفظيه في التلاجة برضو في الفريزر علشان تعملي الصواني في العيد. تابعي معايا الفيديو كده بقى عشان ايه نبدا ايه نجرب العجان بتاعنا ونشتغل بيه. وهشتغل معاكم وصفات ان شاء الله اللي جايه كلها بالعجان علشان تقدروا تشوفوه وتشوفوا هو شغال ازاي، عشان اللي نفسه يشتري عجان يعرف يشتري ايه، ويشوف اذا كان العجان ده مناسب ليه ولا لا. تمام كده. تمام، انا هنا حطيت كيلو دقيق، هحط عليه اللبن بعد ما راب، وهحط عليه ورشة الملح زي ما احنا متعودين. انا هحطها في المية اللي انا هعجن بيها. تمام كده. تمام كده. لو احنا مش هنعجن بمية هتعجنه بلبن عادي مفيش مشكلة. ممكن تحطي رشة الملح برضو في قلب الحليب، او تحطيها بقى على في شويه ميه، ربع كوبايه ميه تحطيها برضو ايه مع الحليب. تمام. احنا هنا بقى حطينا كوبايه اللبن، وهنبدا نشغل العجان بتاعنا على ايه 2. تمام، هقولك بقى حاجات يعني عن العجان كده واحنا شغالين. العجان ده اللي هو القطعه اللي هي بتاعت العجن دي، بتشتغل من 1 ل3، يعني السرعات بتاعتها 3 سرعات بس. ما تشتغلش على 6 سرعات. تمام، علشان العجين بتاعها العجن بيبقى تقيل، العجين تقيل. حلو كده. طيب بالنسبة للمدة بتشتغل 3 دقايق وتوقفي تريحي العجان دقيقة كده ولا حاجة، وبعدين كده ترجعي تاني تشتغلي 3 دقايق. تمام. العجينه بتاعتنا بقى لو احنا هنحطها في العجان، يبقى بعد ما نلم العجينه، بعد ما تتلم كده قدامكم هوريها لكم بعد ما تتلم، احنا هنعجنها تاني في العجان 7 دقايق. طب في ايدينا بقى، في ايدينا من 10 دقايق لربع ساعه على ايدينا. لو احنا هنعجن على ايدينا يبقى من 10 دقايق لربع ساعه. تمام كده. يبقى انا العجان مش هزود السرعه بتاعته عن 3. تمام. دايما اقري الكتالوج بتاع العجان او اي حاجه، اي منتج انت جايباه، اقري الكتالوج بتاعه علشان تعرفي ازاي تشتغلي عليه وازاي تحافظي عليه. بالنسبه اللي كانت في متابعه حبيبتي سالتني ان اذا كان العجان بيقشر ولا لا. طب يا حبيبتي العجان ده الحمد لله، الحمد لله اللهم بارك، لسه يعني ايه هو كويس وما قشرش، يعني ما قشرش معايا ولا عمل اي حاجه، هو لسه جديد. دي حاجه. الحاجه التانية، لو انت عايزاه يبقى مضمون ما يقشرش معاكي، هاتي اللون الابيض. تمام، بس انا حبيت اللون السيلفر فجبت السيلفر، وقلت ان شاء الله هحافظ عليه. هتحافظي عليه ازاي؟ انك انت الجسم او
الهيكل الخارجي ده بتاع العجين ما يحطيش عليه ميه او ما يجيش عليه ميه خالص. يبقى انا هنضفه ازاي؟ بقطعه قماشه منديه، والافضل افضل حاجه ان انت تستخدمي المناديل المبلله وانت بتنضفيه، هيكون احسن خالص بالنسبه لك. تمام، يعني بقى مش هنقعد نصبن فيه وندعك فيه ونعمل الحاجات دي كلها، لا العجين ما تعملش فيه كده. تمام تمام. انا هنا بقى عجنت شويه وحطيت الميه. طبعا الميه انا مش هقولك على مقدار معين علشان خاطر الدقيق بيختلف. يعني انا كان هنا في دقيق الكوثر انا حطيت كوبايتين من الميه، يعني كوبايه ميه وكوبايه حليب. تمام كده تمام. بعد كده حطيت معلقتين كبار من الزبده، وممكن تحطي الزبده سايحه، وممكن تزودي كمان عن كده يبقوا 3 معالق زبده سايحه. لو انت عايزه تحطي ممكن تحطي سمن بلدي برضو وتسيحيه ويبقى بارد وتحطيه على، يعني ممكن تحطيه بارد وممكن تحطيه كده. تمام تمام. وبعد كده هنشغل العجان تاني او على ايديكي. طب لو انت على ايديكي العجينه هتفصل منك، هتحسي ان العجينه فرولت كده معاكي وانت بتعجني، ما تقلقيش، افضلي اعجني فيها هتلاقيها لمت تاني معاكي وبقت عجينه ما شاء الله عليها طريه وحلوه معاكي. احنا مش عايزين عجينه بتلزق بس، عايزين عجينه طريه جدا علشان يديكي رقاق ناجح وطري معاكي وما ينشفش منك بعد التسويه. يبقى لازم يكون العجينه معاكي طريه. تمام. بالنسبه بقى يا جماعه، بالنسبه انا عايزه اتكلم معاكم في نقطه. في حاجه مثلا انت نفسك تشتريها، طبعا ايه والميزانيه ما تسمحش معاكي ان انت تشتري الحاجه دي دلوقتي، اعملي لها ميزانيه. يعني اعملي لها ميزانيه، حوشي. لو انت بقى ما بتعرفيش تحوشي زي حالتي انا مش بعرف احوش بصراحه، يبقى ممكن تدخلي جمعيه صغيره وتشتري الحاجة اللي انت عايزاها. هو الجمعية والقسط ممكن، ولكن انا بفضل الجمعية اكتر من القسط، علشان القسط انت بتدفعي فوائد، بتدفعي فلوس زيادة، ولكن الجمعية بتاخديها وبتشتري اللي انت عايزاه على طول. وهو ده اللي انا عملته لما جيت اشتري العجين. تمام. انا بقالي سنين بصراحة كان نفسي فيه قوي، وخصوصا الفترة الاخيرة دي علشان خاطر دراعي وجعني وما بقدرش ان انا اعجن كده كتير، وبضطر ايه، فبعد ما اخلص عجين كان دراعي بيوجعني، فانا كنت عايزاه عشان كده. بس انا كان نفسي فيه من بدري، من زمان قوي يعني. بصوا بقى انا هنا بعد ما طلعته وريتك اللي انا هو ازاي عامل زي الاستك بيمط كده العجينه كده. العجينه خلاص ناجحه 100%. اللهم بارك، العجينه طالعه تحفه جدا. تمام تمام. يعني لو العجين مش في خطتك، لا خليه في خطتك، وحوشي قرشين وهاتي العجين علشان يريحك. تمام. يعني حتى يعني لو انت ايه مش في دماغك، لا بجد هو حلو ومريح وهيريحك. تمام. وهيخليكي بقى تعملي العجين بقلب جامد يعني. بصوا بقى انت هنا بتعملي ايه يا ست نانو؟ انا هنا يا ستي بعمل ايه؟ انا هنا بعد العجين. عايزه اعد العجين اقطعه كله كده، علشان انا عايزه احاول على قد ما اقدر ان العجين كله يكون متساوي في الحجم. فانا هعمل ايه؟ هقطعه كله العدد اللي انا عايزاه زي ما انتم شايفين كده انا بعده. وبعد كده لو في بقى واحده ايه اصغر من واحده، هحاول اخد بقى من هنا احط هنا، او لو في واحده زياده هاخد منها واحط في ايه، في اللي هم حاساهم قليلين شويه. تمام. انا هنا عملت 24 قطعه عجين، يعني انا كده هعمل 24 رقاقه بالكيلو دقيق. الرقاقه زي ما انتم شفتوها كبيره وحجمها كبير. انا هنا كورت العجين زي ما انتم شايفين كده. بصوا انا بعمله كده زي بقجة، زي سره كده. وبعد كده زي ما انتم شايفين كده ببطن ايدك هتبدأي تمسكي العجينه كده، شايفين، علشان ننعمها ونخليها كده ناعمه وطريه زي ما انتم شايفينها كده. بس انا هوريكم كام واحده. انا عملت كل العجين، يبقى احنا كده 24 عجينه، 24 كوره. انا حطيت ايه بقى، حطيت زيت وحطيتهم في صينيه، وبعد كده هنقلهم في صينيه تانية عشان الصينيه دي طلعت صغيره. زي ما انتم شايفين كده فيها كام واحده بره هم على على الرخامه، فانا عايزه احطهم كلهم في صينيه واحده اغطيهم بقى واسيبهم يرتاحوا. انا سبتها ترتاح لمده ساعه. انت ممكن تسيبيها ترتاح نص ساعه، بس مش اقل من نص ساعه، بس لو اكتر يكون افضل. يعني لو ساعه زي ما انا ريحته، انا سبته يرتاح ورحت عملت حاجه تانية، وبعد كده رجعت له تاني بعد ساعه. انا بوريكي بصي هو كده، لا ما دام بتطلع تاني وبترفع معاكي الكوره يبقى هو كده مش مرتاح. تمام تمام. انا هنا بقى جبت الدقيق، طبعا ده دقيق تاني خالص غير الكيلو اللي احنا عملناه، مش بنشيل منه ولا شويه ولا معلقه واحده.
بنبدر بحاجة تانية. لكن لو انت عايزة بقى تبدري من نفس الدقيق هتقللي الكور شوية او هتقللي الرقاق شوية. تمام. الحجم طبعا زي ما انت عايزة، الحجم اللي انت عايزاه. لو عندي اصغر من اللي انا عاملاه ماشي، عايزة اكبر ماشي. طب لو انت عايزة تعملي مقاس الصينية بالظبط كده وبالمظبوط، يبقى انت هتجيبي الصينية وهتقطعي الرقاقة. يعني بعد ما تعملي العجينة هتجيبي الصينية اللي هتعملي بيها وهتلفيها، بتحطيها في فوق الرقاقية كده، وهتلفي بالسكينة حوالينيها وتشيلي العجين اللي فايض. طبعا اوعي ترمي العجين اللي هيفيض. شيليه كده في كيس بلاستيك وشيليه في التلاجة او في الفريزر، وبعد كده ممكن تحمصيه وتعملي منه ام علي. تمام. لو انت عايزه الرقاقه قد الصينيه، ولكن انا عملتها بشكل عشوائي عادي يعني، فاهميني؟ بقدر اظبطها وانا بعمل في الصينيه فبتتظبط معايا يعني. طيب، طب هي ايه طريقه حفظ الرقاق الطري؟ بعد ما بيبرد خالص انا بطبقه كده نصين او 4، وبحطه في كيس بلاستيك. بفضي منه الهواء كويس قوي، وبعد كده بشيله في الفريزر. وبحتفظ بيه. بيقعد معاكي مدة كبيرة جدا زي ما انت عايزة، ممكن يقعد سنة كاملة من غير ما يحصل له اي حاجة. تمام. تمام. بس هنا انا عملت ايه؟ انا شلت رقق لصينيتين بس، رقاق لصينيتين، والباقي بصراحة كان كده زي العيش، سويته زيادة شوية يعني واتاكل زي العيش. عملناه سندوتشات زي ما انت شايفة كده. بصي يعني الرقاقة حجمها قد ايه، شايفين؟ تقدري تعمليه. بصي كمان الرقاقة رقيقة جدا، مش اللي هي تخينة ولا حاجة. تقدري تعملي بيه سندوتشات، تقدري تعملي بيه سندوتشات شاورما، او تعملي بيه السندوتشات السوري عامة يعني. انتي بصي كده حتى السطح اللي تحتيه باين من الرقاقة ازاي، يعني هي خفيفة جدا. اهم حاجة اما تيجي تسوي تنفضيها كويس من الدقيق اللي فيها، شايفين؟ علشان خاطر ايه ما تتحرقش معاكي وانتي بتعملي. طيب بالنسبة للتسوية بقى يا بنات، احنا هنسوي على البوتاجاز من فوق. طيب انا ما عنديش حاجة اسوي فيها زي الحاجة اللي انتي هتحطيها دلوقتي. انا عندي صينية بعمل فيها كل حاجة، يعني انا بعمل فيها الرقاق، بعمل فيها عيش، بعمل فيها كل حاجة، كل حاجة، قطايف، حواوشي، كل حاجة. هي انا مخليها الصينية دي للحاجة دي. تمام. ممكن لو عندك صينية اللي هي الكريب ممكن تعملي فيها. طيب لو انت ما عندكيش بقى، هتجيبي صينية ألمونيا تكون قديمة عندك، او حتى لو مش قديمة برضو، وتقلبيها على الناحية التانية، تعملي على ظهر الصينية. تمام. تخلي كده ايه يعني الصينية وشها لعين البوتاجاز، وتوطي العين وتسيبيها بقى تسخن خالص، وبعد كده تبداي تحطي عليها الرقاق من فوق. هتسوي الرقاق برضو والدنيا هتبقى معاكي زي الفل. تمام. لو انت عايزه تسويه في البوتاجاز سويه في البوتاجاز، بس انا ما بحبش اسوي الرقاق في البوتاجاز. آه مش عارفه، بحب اسويه من فوق. فانت ايه براحتك يعني، لو انت عايزه تسويه في البوتاجاز براحتك خالص. عايزه اقول لكم بقى قصه الرقاق ده. الرقاق ده ليه قصه معايا. يعني انا من حوالي كده ايه ممكن تقولوا كده 7 سنين 8 سنين، كام سنة يعني كده. كنت عايزة اشتري الرقاق الطري ده. كنت انا دايما بحب اشتري الرقاق الطري، يعني اكتر يعني اشتري الناشف علشان ياكلوه باللبن، والطري ده انا بحب ايه اعمله الاسطواني. فكنت متفقة مع حد يعني من اللي بيعملوا الرقاق ان هو يعمل له رقاق طري وكده. فكان بقى ايه مدوخني كل يوم، بكرة بعده، بكرة بعده، بكرة بعده، لغايه المهم ما عملت معاه خناقه وخدت منه الفلوس وما عملتش الرقاق. وكانت هي دي مشكلتي بقى، انا اعمل ايه؟ خلاص شلت بقى، انا مش عايزه اشتري من بره. بس فقررت بقى ان انا اعمل الرقاق في البيت. فجبت كذا وصفه وعملت بقى اللي ما كنتش لسه اصلا فتحت القناه خالص. جبت كذا وصفه وعملت بقى الرقاق، وابتديت ان انا اعمل الرقاق في البيت. وطلع يا جماعه تحفه جدا بصراحه وعجبني. ومن ساعتها وانا ما بطلتش اعمل الرقاق في البيت. بصراحه بعمل الرقاق الناشف والرقاق الطري، وكنت دايما بعمله كمان لوالدتي ولاخواتي. بس بصراحه يعني ايه بقى لي فتره خليتهم يعتمدوا على نفسهم ويعملوه هم لوحدهم عشان بقف كتير قوي. تمام. بصوا بقى كده انا هنا ايه بسوي. انا هنا مولعه اكبر عين وموطياها وعلشان ما يتحرقش منك وطيها وبس. بعد كده بقى بصوا
بصوا اصلا هو هينفخ كده زي العيش كمان. بصوا العجينه اللهم بارك جميله ومخدومه كويس مرتاحه. شايفين وكده اخد لون سيكا، بس انا مش عايزه اللون ده بقى. يعني لو انت عايزه تاكلي العيش دلوقتي وهتعمليه كده سندوتشات وبتاع، سندوتشات يعني تاكليه بالسندوتشات جبنه كده، حاجات مش هتتحط على النار تاني، فانت خليه اللون ده. لو هيتاكل في ساعتها هتشيليه مثلا تاكليه بكره بعده كده. طب انا لو هعمله رقاق، لا هتعملي رقاق يبقى هتاكليه اللون اللي احنا هنطلعه دلوقتي. احنا هنطلعه كله دلوقتي، يا دوبك متشمع ونطلعه، يا دوبك الرقاق تتشمع وتطلع. حتى لو انت جيتي اشتريتي رقاق من بره هتلاقيه متشمع بس مش مستوي. تمام. هما بيشمعوه بيطلعوه على طول، مش بيسووه. بس كده. واول ما تطلعيه هتحطيه على فوطه وتغطيه بفوطه تانية. تمام. اول ما تطلعيه هتغطيه بفوق، هتحطيه على فوطه وتحطي عليه فوطه تانية علشان يفضل طري وما ينشفش منك. غير الرقاق الناشف خالص. يعني لما نيجي نعمل الرقاق الناشف هقولك بقى على كل الحاجات اللي فيه، لكن الرقاق الطري لا، زي ما انت شايفه كده. تمام. تمام. حضروا بقى نفسكم، حضروا بقى الدقيق بتاعكم علشان هنعمل الرقاق الناشف ان شاء الله الاسبوع الجاي مع بعض. عشان اول ما تشوفوا ان شاء الله الفيديو تبداوا تعملوا في الرقاق الناشف على طول وتشيلوه بقى، عشان بعد كده تشوفوا اللي وراكم وتبقوا خلصتوا من الرقاق خالص. تمام. تمام. زي ما انتوا بقى شايفين كده انا سويت الرقاق، هسوي كل الكميه وبعد كده هوريها لكم. ولو انت وصلتي معايا لغايه هنا في الفيديو يبقى الفيديو عجبك، يبقى ما تنسيش اللايك الحلو اللي زيك والكومنت كمان، وشيري الفيديو لكل حبايبك واصحابك عشان يوصل لاكبر عدد ممكن والقناه تكبر بيكم. شايفين بقى الرقاق؟ شايفاه قد ايه شفاف وطري؟ شايفه انا بعمله ازاي؟ شايفه؟ والرقاقايه كبيره، حجمها حلو يعني مش صغيرة. لو انت عايزة اصغر من كده هتزودي الكرات، ممكن معاكي لغاية 30 كورة. لو عايزة تزودي ممكن معاكي لغاية 30 كورة. شايفة الرقاق بيتحدث عن نفسه. تحفة يا بنات، حلوة قوي، بيبقى حلو قوي في الصواني وطعمه مش قادرة اقول لكم بيبقى عامل ازاي. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، و اشوفكم على خير في فيديو جديد. شايفين شوية رقاق فاخر من الاخر، بيقول لكم جربوني يعني.